السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا، ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنفرزها، هنعمل منها مربى وهنعمل منها عصير لرمضان. طبعا كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب وكلنا بنحبها، عصير او مربى بجد الكل بيحبها وبيفضلها. مربى الفراولة والعصير بتاعها بيكون تحفة، تعمليه بلبن، تعمليه بأي حاجة او بمية، طبعا بيكون الكل بيحبه وبيفضله وبيحب يشربه. معانا كده كمية من الفراولة، والكمية اللي انت عايزاها واللي بتجيبيها وتخزنيها. هبدأ أفضي كده الكمية في الطبق، وتكون ميته كتيرة. حاولي تغسليها كده تحت الحنفية مرتين تلاتة، عشان طبعا الفراولة بيكون فيها رملة، فحاولي تغسليها كده وتنضفيها. بعد ما غسلتها حوالي 3 أو 4 مرات، ببدأ أشيل العنق بتاعها كده، وهبدأ أقطعها بالسكينة بالطريقة دي. أقطع كل الكمية، وهبدأ كده الكمية اللي أنا قطعتها هعمل منها مربى، بس دي طبعا مش كل الكمية. هعبيتها كده في الأكياس أو في العلب، وهبدأ أعبي وأفرز فيها. ده في الأكياس اللي أنا هعملها كل مرة لوحدها كده، يا دوبك على قد الطلب، وبنطلعها مرة واحدة. أما اللي في العلب والبرطمانات بنكون عبيها كبيرة، بنعبيها كده نعمل منها مربى، عشان طبعا تبدأ تطلعها كلها على بعضها. ودي حوالي نص كيلو. في الخلاط أنا هبدأ أفرمه، بس مش هتضيفي عليه مية خالص. بس بعد ما فرمته طبعا بكونها في مية وسبتها شوية لحد المية اللي تحت اللي فيها رقدت لتحت كده، والفراولة طلعت لفوق، صفيتها في الحلة وتكون جاهزة. والمية اللي كانت فيها نزلت بيها على الفراولة. طبعا لازم تكون الحلة كبيرة وتحطي فيها الفراولة، عشان إيه؟ لما تفور ما تكبش معاك على البوتاجاز تاني. طبعا هي بتفور وبتطلع كده لفوق زي اللبن، ممكن تكب منك. حاولي تكون الحلة كبيرة. وطبعا الكميه اللي انا فرمتها اللي هنا هعملها صوص، فضيتها برضو في حله، وتكون برضو حله كبيره طبعا عشان بتفور وبتغلي معانا. فطبعا الحله لازم تكون واسعه عشان تاخد راحتها. ولعت عليهم وسبتهم كده على نار هاديه لما يستووا معانا. بس وانت بتقلبي كده، بيطلع من على وشها كده ريم او رغوه زي ما بيسموها. بتبداي تشيليه كده بالمعلقه في طبق، وترميه في الطبق كده، وتبقي تكبيه في الحوض او في اي حاجه. هنضفها وتكون معانا كده جاهزة، وتكون معانا كده بالمعلقة. ونبدأ نشيل الريم أو الرغاوي اللي مع عليها، وبنبدأ على طول إيدينا فيها، نبدأ نقلب فيها كده لحد إيه ما تتقل معانا وتبدأ تستوي معانا. بعد ما تستوي هنبدأ نضيف عليها السكر. لكل كيلو فراولة له نص كيلو سكر. يعني أي مربى أنت بتعمليها أو أي نوع فراولة، الكيلو الفاكهة اللي أنت بتعمليه بتضيفي عليه نص كيلو من السكر. بس طبعا تعملي حساب اللي أنت بتشيليه منها وبينقص منك، طبعا بتشيليه منه. إن السكر بنضاف على كمية الفاكهة اللي أنت بتعمليها بعد ما بتنضفيها. نزلت كده بكيس من السكر، بس شلت حوالي 3 أو 4 معالق، بس بعد كده ضفتهم تاني. لقيتها يعني هتكون إيه محتاجاهم. وهابدأ أقلّب كده، تكون إيدي على طول معانا بتقلّبي في دي وفي دي. وطبعًا الكمية اللي أنا عَنتها للصوص، نزلت عليها بكوباية إلا ربع من السكر، لإن كميتها يعني مش كتير. وهنبدأ كده نقلّبه لحد ما تبدأ تلاقيها تقلت معاكِ. مش تضيفي عليها نشا ولا جيلاتين ولا أي حاجة من دي خالص، هي بس تسيبيها لوحدها بتكون فاكهة طبيعية. حاولي ما تضيفيش عليها أي حاجة خالص. يعني لو أنتِ هتضيفي، لا أنتِ عايزة بس تزوّدي الكمية، أنا مش عايزة أزوّد الكمية. أنا عايزة أعمل حاجة نضيفة وطبيعية، لإن طبعًا اللي بياكلها أولادنا، فإحنا مش هنعمل أي حاجة تضرهم، ولا مواد حافظة ولا أي حاجة. إحنا بنفرّزها وبنطلّع على قد الطلب، نعمل اللي يكفّينا. بدأت كده معايا الصوص تقيل معايا. بس بعد ما طفيت البوتاجاز افتكرت إنني ما ضفتش عليها ليمون. أنا عصرة 4 ليمونات، خدت منهم حوالي معلقة من الليمون على الصوص، وبدأت ولعت عليه النار وبدأت أقلبه تاني. سبته يغلي لمدة دقيقة أو دقيقتين لحد ما الليمون طعمه يستوي معانا، أو يعني ما تحسش باللسعة اللي فيه، لحد ما يغلي معانا كده لمدة دقيقة أو 2. وبعد كده هاطفي عنه النار وهاسيبه يبرد وبعد كده هتلاقي القوام بتاعه تاني. معنى كده كمية الفراولة لسه يعني عايزة شوية، فأنا هابدأ أقلب معايا. بس أنا مجهزة عصير الليمون، عصرت 3 ليمونات. طبعًا الليمون مادة حافظة، فحاولي يعني ممكن تكتري على قد ما تقدري. أنا بذلت بحوالي 3 ليمونات كبار، وعصرتهم وجهزتهم. طبعًا ما يكونش فيهم الحب بتاعهم عشان ما يمررش الفراولة. وهابدأ أقلّب وديّة فيها كده على طول لحد ما تبدأ تستوي معانا، يعني لمدة 3 دقايق بالكتير هيكون الطعم مستوى. طبعًا وأنتِ بتشوفي ما تضيفيش عليها أي حاجة، بتشوفي بس القوام بتاعها تقل، فخلاص كده إحنا بنطفي عنها. كده القوام تقيل معايا وما بينزلش غير بصعوبة. طفيت عنه النار كده وسِبته لمّا برد معانا.
طبعا انتوا شايفين القوام عامل ازاي واللون، انا ما ضفتش عليه اي حاجه، اللون الطبيعي وطعمه الطبيعي، ما فيش اي حاجه ولا اي بدون اي اضافات خالص ممكن تضر الاولاد. معانا كده البرطمانات او العلب اللي هتعبي فيها لازم تكوني غسلاها ومنضفاها وتكون ناشفه، ما فيهاش اي ميه خالص، لان الميه ممكن تاثر على المربى بتخليها ما تبقاش حلوه، يعني ما بتستحملش معاك وبتبوظ على طول. حاول البرطمان يكون نظيف. هنعبي كده معانا البرطمانات وهنعبي الصوص في العلبة، ونكون ايه كده معانا جاهزين. انا عملت من 2 كيلو برطمانين. طبعا انت هتقولي ده البرطمان تاني نص فيها، لا انا كنت خدت حبة في الطبق فطرنا بيهم، لان عاملاها الصبح فاحنا خدناها نفطر بيها. فبجد كده طعمها بجد تحفة، حاجة طبيعية وحاجة في البيت. هنقول بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي كل وللي هيجربها. وهنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. وحاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ. باي باي.